جورنال جيل المنوفية من جامعة مدينة السادات. بنرحب بأبطال عرض عرس النار رنا محمد وكريم سراج. كلميني عن دورك في المسرحية. والله أنا طالعة بدور الغجرية. هي المسرحية أصلا بتتكلم عن هي طار، بس هي كفكرة، هي فكرة بتناقش حاجة مهمة جدا في المجتمع. الناس اللي عايزة تحتل أرض مش بتاعتها ومش من حقها، احنا بنمثل الناس دي. أنا وكريم بنمثل الناس دي في المسرحية. كلمنا عن دورك. أنا دوري ابن رنا الغجرية، دور ساجي الخجري. الدور كله بيتمحور ان انا واحد اتربى في غل واتربى في كره بعد ما شاف الرفاهيه وشاف العز. اما واحد خد مكانته وخد المكان اللي هو فيه هو ووالده، وابتدى يطرده بره ده وعيشه في الجبل، عيشه في مكان غير ادمي بالمره. ابتدى يتربى جواه كراهيه وغل نتيجه ان هو عايز ياخد مكان الراجل التاني. ابتديت ان انا اسحب كل الكره وكل الغل من الشخصيه الاساسيه اللي هي الام، ابتدت تزرعه جوايا. وده اكبر سالب، ان الام فعلا قادره انها تسيطر على اولادها، وان ده الطار وده الغل اللي جوه اغلبيه الناس. ده اكبر غلط موجود في العصر اللي احنا فيه. شاركتوا في عروض قبل كده في الكليه؟ احنا طلعنا بعرض ليل الجنوب وشاركنا بيه في ابداع السنه دي. كان لسه 15/3 وكنا طلعنا بيه طبعا من الجامعه وخد مركز اول، واخدت انا ممثله اولى وكريم اخد برضو ممثل اول. كلمنا عن دورك في ليل الجنوب. دور ليل الجنوب كان دور واقعي شويه. واحد عاش اغلبيه عمره وهو صغير في الجنوب. ابتدى من بعد ما سافر اوروبا وعاش هناك، ابتدى يفتكر كل الذكريات المؤلمه اللي هو عاشها من 4 ذكريات ل4 عمات مختلفين، كل شخصيه منهم بمأساة معينه. للاسف كان دور محوري، على قد ما هو سلط بعض الضوء السلبي على المشاكل بتاعتنا في الصعيد. والحمد لله الجامعه السنه اللي فاتت قدرت تهيكلنا ان احنا بعد ما خدت ممثل اول، قدرت محورنا ان احنا نشتغل سينما، والحمد لله اشتركنا في بعض الادوار التمثيليه هناك. كريم، انت اول مره تطلع المسرح واول مره تشوف الحاجه دي امتى؟ كان الحمد لله كان من 4 سنين. اشتغلت مع الاستاذه اميره حسني، كانت هي خدت تعليمي، هي ممثله اولى على مستوى الجمهوريه. ابتديت انا في الكليه هنا من مسرحيه انت حر، ثم مسرحيه ليل الجنوب، ثم مسرحيه عرس النار. والحمد لله قدرت ان انا بعض المخرجين في التلفزيون يشوفوني في بعض المسلسلات الدراميه. والحمد لله شاركت في مسلسل وعد وفيلم جواب اعتقال ومسلسل الاب الروحي. رنا، لا انت اول مره تمثلي؟ لا، كان اول مره امثل كان السنه اللي فاتت هنا في الجامعه برضو على مسرح الجامعه. بابا وماما موافقين على انك تظهري في التلفزيون والمسارح، والوقت هيبقى معاكي عامل ازاي قدام؟ يعني واقفين في سكتك ولا بيساعدوكي؟ والله انا والدتي بتشجعني ووالدي برضو، بس عايزيني مش في التلفزيون قوي او ظاهره على الاضواء قوي، بس في حاجات زي بيتبسطوا بيا مسارح جدا. يعني مسرح الجامعه بيجوا يحضروا لي، بيبقوا مبسوطين جدا لما بيشوفوا لي عرض. ناوي على ايه بعد كده؟ والله انا نفسي اشتغل تلفزيون قوي، بحب الدراما جدا. طب رايك في المخرج محمد كرم الله؟ اول مره تشتغلي معاه؟ لا، تاني مره بصراحه. استاذ محمد كويس ومجتهد، وهو استاذ عادل، هما الاثنين بصراحه دايما بيشجعونا وكويسين معانا في المسرح. انت طالبه في سنه كام؟ انا في ثالثه كليه تجاره. كليه تجاره حسبه. اللي تمثيل التجاره مع بعض كله. بس هي لقيتها موهبه عندي فحبيت ان انا انميها. مين اللي نمى الموهبه عنها، اللي اكتشفك من اول مره؟ انا حسيت ان هي عندي. رحت مره قصر الثقافه هنا في السادات، ولقيت الناس عجبوا بادائي. يعني قابلت الحاجه امل والاستاذ عبد المنعم، هم يعتبروا اللي اكتشفوكي؟ يعني لا، كان فريق قصر الثقافه، فريق القصر كله. انت مين اللي اكتشفك يا محمد؟ استاذه اميره حسني. انا كنت بحب مجال المسرح، وكنت بحاول اشترك فيه في قصر الثقافه لان من المنصوره. بس ابتديت ان انا كان في وسط طبعا شخصيات عظيمه جدا، فما كنتش عارف اخد المساحه الاساسيه. الحمد لله هنا لما جيت السادات شاركت في قصر الثقافه بتاع مدينه السادات، كانت الاستاذه اميره حسني هناك. رايك في الاستاذ محمد كرم الله؟ استاذ محمد كرم استاذ مخرج عظيم جدا، لانه هو بيتيح وقته وبيتيح مجهوده كامل لكل شخصيه على حده. اول مره تشتغل معاه؟ لا، ثالث مره. شكرا يا رنا، وشكرا شكرا جدا. شكرا.